العيوب اللي انت حضرتك ممكن تواجهها وانت بتشتري او بتستثمر في القطاع الاداري او التجاري على اوف بلان، على مشروع مش مبني، ان ممكن لما تيجي تستلم المشروع بتاعك بعد 3 سنين او 4 سنين تلاقي مكان الوحدة بتاعك متغير، او مكان المحل بتاع حضرتك في مكان تاني، او نسبة تميز المكتب الاداري بتاعك متغير بالكامل. وبالفعل حصل ده اكتر من مرة، ان في حد كان عايز يشتري او اشترى مكتب اداري او محل تجاري، وهو رايح بيستلمه لقى المكتب بتاعه مكانه متغير، او المحل بتاعه تقسيمته اتغيرت، بل في حاجات تانية بيحصل ان الدور او الخدمات اللي موجودة او اماكن الاسانسيرات اتغيرت. ازاي تجنب نفسك ان انت تقع في حاجة زي كده؟ ولو وقعت فيها ازاي تقدر تاخد حقك من المطور بشكل مبسط جدا؟ في الفيديو ده هشرح لحضراتكم كام حاجة تاخدوا بالكم منها، وان شاء الله لو حاجة زي كده حصلت النصايح اللي هقولها لحضراتكم تفيدكم. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني اقول لحضرتك مبدئيا كده، بالذات لو بتشتري مع مطور ليس له سابقة اعمال، وده المعظم اللي موجود في العاصمة الادارية الجديدة او بعض المناطق في التجمع الخامس. مبدئيا حضرتك بتشتري على مخطط عام. المخطط العام ده او الماستر بلان بيبقى موجود فيها مكان الوحدة بتاعتك، سواء مكتب اداري او محل تجاري. وبعد كده بيبقى من مرفقات العقد حاجة اسمها اللاي اوت، تقسيمة الوحدة بتاعتك من الداخل هتبقى عاملة ازاي. لازم حضرتك تخلي بالك من الآتي. مبدئيا رقم واحد، يفضل ان يكون المطور حاصل على رخصة انشاءات، او لو الارض مساحتها اكبر من 5 فدان قرار وزاري ومن ثم رخصة الانشاءات. النقطة دي مهمة جدا، لكن المعظم بيبيع قبل صدور رخصة الانشاءات. حضرتك لازم تحط بند في العقد بيقول في حالة تغيير الرسومات الهندسية او تغيير مكان المحل بتاعي او نسب التميز بتاعته بتقل. يعني مثلا هو واخد تميز ان هو قدام كيدز اريا، او قدام، او هو فود كورد قدام سيتنج اريا كبيره جدا، او المكتب الاداري بتاعي على الواجهه، او واخد ناصيه، دي بتتقال عليها نسب تميز. نسب التميز دي هو بياخد عليها المطور مبلغ ازيد، بياخد مبلغ بيكسب فيه اكتر بناء على ان هو ادى لحضرتك نسبه تميز. فبناء عليه لو حصل تغيير يتم استرداد المبلغ بالكامل بالفوائد البنكيه ساعتها. يعني انا اشتريت في 2019 كان سعر المكتب او المحل مثلا 50,000 جنيه، النهارده بقى 100,000 جنيه، فيدي لحضرتك يرجع لك فلوسك. بس قبل الخطوه دي يبقى في حاله تغيير الرسومات الهندسيه او تغيير نسب تميز المحل او المكتب يتم استرداد المبلغ بالكامل بالفوائد البنكيه، او تعويضي بوحده اداريه او وحده تجاريه مكانها مميز نفس نسبه التميز او مميز اكتر، بدون ان انا ادفع فارق. طبعا لو الامطار مش هتبقى اقل او يعني هتبقى اقل او اكتر. ده نقطه مهمه جدا. ولما يحدث صدور رخصة الإنشاءات حضرتك لازم تراجع المخطط العام اللي المطور خد عليه موافقة بالرسم الهندسي ده. النقطة دي مهمة جدا جدا عشان ما تضطرش إن حضرتك تكتشف زي ما حصل في كذا مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة، زي مثلا مشروع أوداز، زي مثلا مشروع في الام يو 23 اسمه مارفل، زي مشروع ديسكفري، زي كذا مشروع تاني تقريبا حصل فيهم تغيير في ديسكفري متاخر في الانشاءات، لكن دول المشروعين حصل تغيير في الرسومات الهندسيه وتغيير في اماكن المحلات. بس طبعا الشركات حلت الموضوع ده مع العملاء. يعني اللي انا عايز اقوله لحضرتك لازم تتاكد وتحط بنود في العقد بتذكر ده، ولازم يتحط بند حد اقصى لصدور رخصه الانشاءات هيبقى امتى، عشان ما المطور ما يطولش براحته. طيب دي نقطة. النقطة الثانية شوية برضو نصايح هقولها لحضرتك تتبعها. نصيحة وانت بتاخد محل، ايا يكن امكانياتك المادية هتخليك تاخد في الارضي ولا الاول ولا الثاني، حاول تاخد المحل المربع اللي هو بيتوسط ما بين محل يمين ومحل شماله، والمكتب الاداري يكون بيتوسط مكتب يمين ومكتب شمال، وامكانيه الميرج او ضم المحلات او المكاتب تكون مسموح بيها. لان انتوا عارفين في العاصمه او حتى في التجمع المساحات بتبقى صغيره وفي نسبه تحميل 30%، فتلاقي مكتب مثلا 50 متر 50 متر 50 متر. في
التشغيل او ادارات التشغيل بتعمل ايه؟ بتضم المكاتب دي على بعض او بتضم المحلات دي على بعض. فنصيحتي ان حضرتك تاخد مكتب او محل بيتوسط مجموعه محلات او مجموعه مكاتب، الا لو بتاخد مساحه فوق ال 150 متر. دي النصيحه الثانيه. النصيحه الثالثه، يفضل ان يكون الجدار او الحيطه اللي على يمين او شمال المكتب او المحل ما يكونش فيها عواميد، او العواميد جايه في الاطراف عشان ما يضايقكش في الميرج. ويفضل ان الضغطات تكون جايه على الاطراف. وطبعا في كذا نصيحه ثانيه، انا مش عايز اطول الفيديو على حضراتكم، في كيفيه اختيار الوحده بتاعتك اللي ما توقعكش بعد كده وانت بتستلم المحل بتاعك او بتستلم المكتب بتاعك وتلاقي ان الوحدات دي اماكنها متغيره. ولو في اي استفسارات انا تحت امر حضراتكم وفي خدمتكم، تقدروا تبعتوا لي على ارقام اللي ظاهره قصاد حضراتكم على الواتساب، انا في خدمتكم. شكرا.